كان يا مكان، حتى كان الله كبير في كل مكان. كان الحبق والسوسان في حجر النبي عدنان، عليه أبهى الصلاة وأزكى السلام. يا سامعين الكلام، صليوا على خير الأنام. كان في واحد الزمان بنت زوينة، كانت ساكنة في راس الجبل، وكل نهار كتهبط للطريق، كتجلس فوق حجرة كبيرة وكتبقى تتفرج في الناس اللي غاديين واللي جايين، وكتبقى تضحك عليهم وتستهزأ بهم. يدوز الشيخ كتقلدو في مشيتو، دوز العجوزة محنية كتلوى بحالها وتضحك. يدوز شي راجل سمين كتشد بطنها وتتمايل بحالو، ولا شي واحد كيعرج كتعرج وراه وتقهقه. وما كانت كتحشم لا من كبير ولا من صغير، كلشي عندها غير ضحك واستهزاء. دازت الايام وزوجات البنت وحملات، وكبرات كرشها وبدات تفكر مع راسها وتقول: واش حتى انا كيضحكوا عليا الناس بهاد الكرش الكبيره؟ على ما الله اش كيقولوا عليا. ايوا يا الحباب، من بعد ما ولدات كانت المفاجأة الكبيرة، حيث ما ولدات لا بنت ولا ولد، ولكن ولدت طير، عندها رجلين طوال ونيف طويل وريش بحال بلارج. اتصدمت وبكات، وراجلها قال ليها: ربي ابتلانا بهاد المصيبة، حيت كنتي كضحكي على الناس وتستهزئي بهم، ودابا ما علينا غير نقبلوا بالمكتاب الله ونحمدوه على هاد الخليقة. اما الناس من ديك النهار سموها بلارج. ايوا دازت الايام وكبرات باللارج، وولات عصفورة زوينة، كانت كل نهار كطير وتنزل في جنان القايد، كتلقى تما واحد الحارس وكتقول بصوت نسائي زوين: يا ربي يا العالي، راك عالم بحالي. أنا بنيتة مرضية وفريش باللارج مخفية. عمي هاد الحارس وشل رجليه ويديه. وفي الحال كيتعمى الحارس ويتشل وكيولي بحال الميت. وفي ديك الساعة كتحيد باللارج ريشها وكتحول لبنت رائعة الجمال، كتاكل من الخضر والفواكه وتتحمم في العين وتقطف ورق الحنة، تدقها وتحني صبيعات يديها ورجليها وتجمع شوية د الفاكهة والخضر، ومن بعد كتلبس الريش وترجع طير بحال اللي كانت، وكتعاود تقول بصوت إنساني: سيدي ربي يا العالي، راك عالم بحالي. أنا بنيتة مرضية وفريش باللارج مخفية. رجع للحارس البصر ديالو وش فيه وعافيه. وفي الحال الحارس كيولي صحيح في صح، ولكن كيلقى الفاكهة تجنات والخضر نقصات وورق الحنة تسرقات. مضات الأيام، وكل صباح باللارج كتمشي لجنان القايد وتخلع ريشها وتحمم وتحني وتجمع الخضر والفواكه وترجع لدارها. واحد النهار ولد القايد كان كيتنزه في الجنان، ولاحظ بلي الخضر والفواكه نقصوا بزاف، اما ورق الحنة ما بقى ليهم اثار. قلق بزاف واتهم الحارس بالسرقة، ووخا حكى ليه القصة كلها اللي كتوقع ليه مع بلارج ما اقتنعش، وقرر يراقبه بلا ما يحس به، يشوف شكون اللي كيسرق الجنان. وفعلا في الصباح تخبى ولد القايد مورا الشجر، وبقى كيراقب الحارس من بعيد بلا ما ينتبه ليه. شوية كيشوف بلارج جات وقربت من الحارس وهمست في ودنه، وفجأة الحارس ولا بحال الميت، ما كيشوف ما كيتحرك. أما هي حيدات الريش وولات بنت زوينة ما عمرو شاف لزينها مثيل. كلات من الخضر والفواكه وتحمات في العين وحنات يديها ورجليها ورجعت ريشها وتحولت لطير كيف كانت، وهمست في الأذن ديال الحارس اللي رجع يشوف ويتحرك في الحين، وهي طارت وعلات بعيد. ولد القايد تأكد من براءة الحارس وصدق كلامه، ورجع للقصر وهو مهموم، حيت ما قدرش ينسى بالله رجل اللي خطفت قلبه من أول نظرة. بقى يفكر في شي خطة باش يعاود يشوفها ويكشف سرها. مشى عند الأم ديالو وطلب منها تستدعي عيالات القبيلة باش يزجوا ليه تربية. استغربت الأم ديالو من هذا الطلب، لكن هو بقى يتحايل عليها تقنعها. وفعلا جهزوا وليمة كبيرة حضروا فيها ما لذ وطاب، وجابت الأم المغنيين والشيخات. جاو عيالات القبيلة وبداو ينجوا الزربية، تمتعوا بالأكل والشرب، شطحوا وغناو ودوزوا وقت زوين. ومن بين ديك النساء كانت بلارج، لكنها جات غير بوحدها، ما جابتش معاها بلارج. مشى عندها ولد القايد وسولها، قالها: علاش ما جبتيش معاك بلارج؟ جاوباتو: مولاي، بلارج ما تضر ما تنفع، ما تنجي الزرابي، كتقيد جالسة في الشمس وما كتعمل والو من غير داكشي. قالها ولد القايد: غدا جيبيها معاك وخليها حتى هي تفرح وتتمتع بالشمس في القصر. في الغد ليه ولد القايد جهز واحد البيت عمرو بالقفاطل المطروزة بالذهب والصقلي، بالأشكال والألوان، والشرابل المخدومة بالصم الحر والعقيق والجوهر،
والخواتم والدبالج، وكل ما كتحتاج المرأة لباسها وزينتها. وغير جات بلارج استدرجها لديك البيت وخلاها حتى دخلات وشد عليها الباب. النساء مني سالاو من النج ديال الزربية مشاو بحالهم، وحتى بلارج مشات، واخا ما لقاتش بلارج حيت ظنات انها طارت وسبقتها للدار. في ذاك الوقت ولد القايد كان وجد واحد المجمار وخراتو زاندين مزيان. اما بلارج مني لقات راسها بوحدها في ديك البيت ومع هذيك اللباس اللي عمرها حلمت حتى تشوف بحالو، حيدت ريشها وتحولت لبنت وبقات تقيس وتشوف راسها في المرايا، وكانت فرحانة بزاف. فجأة ولد القايد حل الباب ومباشرة هز الريش باللارج ورماه في الفحم. صرخات باللارج عطيني ريشي، عطيني ريشي. لكن الريش كان صافي تحرق وما بقى منه غير الرماد. جلسات باللارج في الأرض وبقات تبكي وتندب حناكها. لكن ولد القايد بقى يواسيها وسولها شنو مخليها تخفي هاد الجمال في هيئة طير. ما جاوباتوش باللارج وبقات غير كتبكي. وهنا قال ليها ولد القايد انا راه غادي نتزوج بك. فتحات باللارج عينيها من الدهشة وقالت ليه تتزوجني؟ واش كتفلى عليا؟ انت ولد القايد، كيفاش يوافق ليك تتزوج وحده بحالي؟ جاوبها ولد القايد بكل ثقة غادي نتزوج بك مهما كلف الأمر، غير ثقي بيا. باللارج ابتسمات لأول مرة وفرحات، حيت حتى هي حبات ولد القايد اللي كان زوين وحنين معاها. وجاوباتو وبعد القلق تسرب لصوتها نخاف عليك مولاي، حيت اذا ما وفيتيش بالوعد وتزوجتيني غادي يكون مصيرك قبيح. جاوبها ولد القايد وعينو ما حيداتش عليها ما تخافي والو غادي نكون قد الوعد ديالي. وفعلا خداها ولد القايد عند باه وحكى ليه قصتها وقال ليه انه قرر يتزوج بها. القايد وافق على هاد الزواج حيت انبهر بجمال بلارج اللي عمره شاف بحالها طول عمره. عملوا عرس كبير وتقامت الافراح في البلاد 7 ايام، وعرضوا بلارج اللي هنت العروسه والعريس وقالت ليه عروستك زوينه بزاف تبارك الله، ربي يحميها ليك. خليها ولد القايد هو يضحك، هادي راه بلارج بنتك. اندهشت المرأة وفرحات بزاف وعنقت بنتها وتمنت لها حياة سعيدة، وغصتها عمرها ما تستهزأ ولا تسخر من الناس. ومن ذاك النهار بلارج ولات مرات ولد القايد وعاشت معه في الهنا والسعادة. وانا خبرتي مشات الواد وبقيت معكم يا الجواد.